عشاق اللون البني جبت لكم لون جد رائع البنات. غادي يغطي لينا الشيب، غادي يلون لينا الشعر ديالنا بالاضافه لتساقط الشعر. كيمنع لينا تساقط الشعر اللي عندها القشره كتخلص منها تماما. البنات اللي كيعانيو من القشره، هاد الوصفه جد فعاله باش تزول لينا القشره. كيف قلت لكم كتعطي لون جد رائع. لاول مره كيشاهد قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس. البنات القدامات شكرا لكم كبيداتي، والبنات جدادات مرحبا بكم معايا. باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نبداو في الوصفه ونبداو على بركه الله. وعندي المكون الاساسي وكذلك السحري في تلوين الشعر وفي ازاله القشره وكذلك في تقويه وتكثيف الشعر، اللي هو القهوه العاديه المطحونه، يعني البنه البنات. بالنسبه للاخوات اللي خارج المغرب كنسميوها البن. جد رائع في تحفيز الشعر على النمو. البنات غادي ناخذ تقريبا 2 معالق كبار ولا 3 المعالق كبار ديال القهوه العاديه المطحونه، وبطبيعه الحال كنضيفوا لها كاس كبير ديال الماء صافي، وكنديروها على نار مهيله. ملي كيوصل مرحله الغليان تنقصوا عليها النار وكنخليوها 10 ديال الدقائق كتغلي. ومن بعد البنات كنصفيو الخليط ديالنا، كنصفيوه في شي بول، وغادي ننتقل باش نحضر معكم المكونات الجافه اللي غادي نخلطوا بها هاد محلول القهوه. البنات القهوه كيف كتعرفوا راها جد رائعه، لا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه للبشره ولا بالنسبه للذات ديالنا الا شربناها. بطبيعه الحال هنايا كيف شفتوا معايا غادي نصفي القدر اللي غادي نخلط فيه، اللي غنخلط به الوصفه ديالي لهذا النهار. غادي نصفيها في مصفات كيف كتشوفوا معايا. بغيتو غير تسخويو الماء نيشان بلا ما تصفيو راه عادي. المهم انا هنا غادي نصفي باش نحصل على خليط اللي يسهل عليا انني نطبقه على الشعر ديالي. صافي البنات دابا غادي اشنو غادي نضيف؟ غادي نضيف مكون اللي جد رائع البنات، واللي ما اغلب الوقت كنديرها بزاف في الوصفات ديالي ولا بالنسبه للشعر ديالي. غادي نضيفو القهوه سريعه الذوبان البنات. هنايا ضفت 2 معالق ديال القهوه سريعه الذوبان، وبطبيعه الحال غادي نضيفو الكاكاو المر. الكاكاو المر البنات ماشي الكاكاو الحلو، يعني غادي نضيفو كذلك 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. وكيف قلت لكم المكون السحري اللي ما نقدرش نستغنى عليه، واخا كنحبس فتره وكنمشي كنصبغ شعري وكنعاود كنرجع للوصفات الطبيعيه. ملي كنشوف شعري هلكات والصباغه ولا ماش راه كنعاود نرجع لما هو طبيعي، وبطبيعه الحال كيتعالج ليا الشعر ديالي. المهم غادي نخلطوا هاد المكونات هادو جيدا، وكيف قلت لكم غنضيف المكون السحري البنات اللي هو الحنه البنات راها جد رائعه للشعر، يعني راها كتقوي لينا الشعر ديالنا وكتغلظ لينا الزغبه، يعني جد رائع. غادي نضيف كذلك الحنه العاديه المطحونه، الحنه بدون اضافه البنات، الحنه اللي خاصه بالشعر. انا هنايا طحنتها على اليد وجبتها معايا باش هكا نحضر بها الوصفات ديالي. غادي نضيفوا الحنه على حسب الخليط ديالنا حتى وكان يولي لينا الخليط على شكل بوماد او على شكل كريمه. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نخلط هاد المكونات هادو. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش الحنه وتيقول لك الحنه كتنشف لينا الشعر، الحنه كتشوك ليا شعري، الحنه عمرها ما كتنشف الشعر اللي درتوها بطريقه صحيه بطريقه صحيحه. يعني بطريقه صحيحه راه ما غاديش تنشف لكم الشعر نهائيا البنات. صافي انا هنا غادي نخلط هاد المكونات هادو. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لا واخا كنضيفوا خصنا شي حاجه اللي تنعم لينا الشعر، ممكن تضيفوا معاها زيت الزيتون، ممكن تضيفوا اي زيت عندكم واللي تحبوه ديروه لشعركم اللي متعودين عليه بالشعر ديالكم تقدروا تضيفوه في هاد الوصفه هذه. وهنايا البنات غادي نضيف الخل البنات كذلك اللي عندها مشاكل ديال القشره راه غتخلص منها تماما. الخل كيخلصنا من مشاكل القشره، وكذلك كيخلي اللون ديال الحنه ديالنا يطلق مزيان ويعطينا لون زوين.
غادي نضيف الخل. خل الافضل يكون خل التفاح البنات في هذه الوصفه هذه، او لا عصير الليمون او الحامض اللي متوفر لكم. انا هنا ما متوفر ليش خل التفاح، درت غير الخل العادي، ولكن نتوما لا عندكم خل التفاح كان افضل ضيفوه. وكذلك ممكن تضيفوا الزيوت او لا تضيفوا صفار البيض. انا بالنسبه لي ما بغيتش الزيت، غادي نضيف صفار بيضاء فقط. غادي نضيف صفار بيضاء لهذا الخليط هذا. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه ضروري البنات كنخليوها كتخمر ساعتين وهي كتخمر، وعاد كنطبقوها على الشعر ديالنا. فهمتوا البنات؟ وبالنسبه للاخوات اللي عندهم شعرهم اسود ولا غامق، راه الوصفه تقدروا ديروها حتى 3 المرات في الاسبوع عاد تعطيكم النتيجه البنات. اللي مازال اللي شعرها يعني شعرها فاتح، راه كتشد لها اللون من اول استعمال، يعني كتشد داك اللون البني الشوكولاته اللي زوين بزاف. كيف كتشوفوا معايا انا من بعد غادي نخليها ساعتين وعاد غادي نطبقها على شعري. والطريقه الصحيحه البنات ملي تطبقوا الوصفه على شعركم غادي تخليوها على الاقل 8 ديال الساعات، والافضل ما تغسلوهاش بالشامبوان البنات، تغسلوها غير بالماء فقط. والغد ليه عاودوا ديروا الوصفه وخليوها تخمر ساعتين، ومن بعدها غتطبقوها على الشعر ديالكم، وكذلك تخليوها 8 ديال الساعات، وعادي يمكن لكم تغسلوا بالشامبوان، وهكا غتحصلوا على اللون اللي جد رائع البنات، لون خرافي. وإلا عندكم تساقط الشعر صدقوني ما غاديش يطيح لكم من اول استعمال، خصوصا الا ما عندكم شي امراض يعني عندكم فقر الدم ولا هذا، عندكم شي امراض اللي كتسبب لكم تساقط. الا عندكم غير التساقط الموسمي راه اكيد غادي نتخلصوا منه بهاد الوصفه هذه. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على اللون الاشقر ولا بغاو لون اشقر، راني ديجا حطيت لكم الوصفات في القناه، دخلوا غادي تلقاو بزاف ديال الوصفات، وهكا تحصلوا على نتيجه اللي جد رائعه. وبالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي الوصفات ديال الوجه، انا راه سبق لي وحاطه الوصفات، انا غادي نحاول نديرهم لكم في صندوق الوصف ولا في قوائم التشغيل، وكل حاجه غندير لكم الاسم ديالها. شوفوا البنات انا نسيت ما قلت لكمش هنايا خليوها تخمر في البلاستيك، راه كتعطي لون واعر البنات. الا خليتوها هكا كتخمر بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، راه غتعطيكم لون غزال بزاف، والنتيجه يعني الا شعرك ماشي اسود راه غتعطيك النتيجه من اول استعمال. الا شعركم اسود راه خصكم ديروها على الاقل 2 مرات في السيمانه ولا 3 باش هكا تحصلوا على اللون اللي بغيتو. وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسوش بذاتي ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده وتزيد العائله ديالنا تكبر. وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. بسلامه.